أهلا بيكم في مخمخة البودكاست اللي احنا متعودين نفتح معاكم فيه مواضيع من قلب الحياة ومن قلبنا. سينا، ازيك يا دينا؟ ازيك يا سينا؟ ايه الأخبار؟ هنتكلم في ايه النهاردة؟ حضانة الطفل. يا خبر أبيض، موضوع مهم قوي، شائك شائك، ناس هتزعل مننا كتير. بس أنا شايفة إنه موضوع مهم إن احنا نتكلم جدا فيه. جدا. موضوع النهاردة بيمس ملايين الأسر، ومع ازدياد معدلات الطلاق موضوع حضانة الطفل بقى جزء من حياة نسبة مش صغيرة مننا. النهاردة احنا مش في قاعة محكمة، ولكن عايزين نتكلم كآباء وأمهات عايزين مصلحة ولادهم. ما اقدرش اقول لكم قد ايه الموضوع ده مجرد التفكير فيه بيوجع القلب. الطفل اللي بين ام واب وبينهم خلافات، مش بس طلاق ولكن كمان قضايا ومحاكم، وهو ملوش اي ذنب فيها. معاكي حق يا سينا، لأن الموضوع في معظم الحالات بيمشي بالقانون مش بالتراضي، يعني مش بالتراضي بين الأسر ولا بالاتفاق. صح. ف القانون بتاع حضانة الطفل ليه مرحلتين، مرحلة قبل 2005 ومرحلة بعد 2005. طب فكرينا كده يا دينا، ايه اللي حصل في القانون واتعدل ازاي؟ قبل 2005 أو لحد 2005 كانت بتمشي إن حضانة الولد مع أمه ل7 سنين، وحضانة البنت مع أمها ل9 سنين، وبعد كده كانوا بيخيّروهم إيه الأحسن لهم. بس أظن إن دي تعتبر حاجة كويسة، إنه على الأقل الطفل ما يضطرش يقعد سنين طويلة مع حد هو مش عايزه. بس الطفل في السن ده، هل أنتِ شايفة إن هو عنده من النضج والوعي إنه يقدر ياخد قرار طويل المدى كده؟ ده هو طفل، يعني ممكن باباه أو مامته يضحكوا عليه بحاجة حلوة والّا بلعبة والّا حاجة. هي دي عندِك حق فيها. هو طبعًا الطفل سهل إنه يتأثّر بس بيتهيأ لي برضه الطفل بيحس مين من قلبه بيحبه وعكس كده. المهم القانون بقى، عايزة أقول لِك على المرحلة التانية بتاعة القانون اللي كنت باقول عليها، اللي هي بعد 2005، إن الحضانة بقت من 15 سنة يعني لحد 15 سنة مع الأم للولد والبنت، وبعد كده بقى ابتدوا يخيّروهم يكونوا بقى عندهم 15 سنة. ده التغيير اللي عملوه، اللي هو إحنا ماشيين فيه حاليًا لغاية دلوقتي. يعني الحضانة لو سقطت عن الأم بتروح الجدة، لأم الأم، ولو سقطت عن الجدة تروح للأب، مش إنها بتروح على طول للأب مثلًا. ده في حالة لمّا تتجوز الأم. يعني أنا باتكلم لو سقطت عنها الحضانة يعني، ففي الحالة دي تروح لجدتها، اللي هي يعني كأنها معاها برضه. أنا شايفة إن القانون بصراحة في صف الأم. هو فعلًا في صف الأم. وليه القانون دايمًا في صف الأم في الحتة دي بالذات يعني هو بيفترض دايمًا إن الأم الملاك اللي مش بتغلط، وإن الأب يعني دايمًا سيء في القصة دي. يعني ما أكيد في أبّهات برضه يعني أحسن من الأمهات لو هنتكلم بشكل عام يعني، لكن مش حالات فردية يعني، بس بشكل عام، لأن الأم هي بتذاكر للولاد، بتوديهم المدرسة، بتحضّر لهم الأكل، عارفة مواعيدهم، عارفة تمارينهم، هي اللي بتعمل لهم كل حاجة. أيوه، ما أنا ما اختلفناش، بس ما طبيعي يعني، وده دايمًا ده يعني حتى تعريف الأمومة يعني. بس برضه في حالات كتيرة جدًا نعرف فيها أمهات بترمي عيالهم، حرفيًا بترمي عيالهم، ما بتعملهمش أي حاجة خالص، والأبهات هم اللي بيلعبوا الدور ده. ممكن الأب كمان يطالب بحضانة الأولاد، يعمل سقوط مبكر لحضانة الأم، وياخدهم لو حس إن في إهمال من الأم تجاه الطفل. بمناسبة حالات الإسقاط المبكر للحضانة، في نقطتين أحب نفكر فيهم مع بعض. الحالات هي لو صدر ضد الحاضنة حكم نهائي في جريمة مثلًا تمس الشرف، عدم تنفيذ حكم الرؤية، إهمال الحاضنة في تربية الطفل، الحالات الصحية للحاضنة، بلوغ الطفل السن القانوني، زواج الحاضنة برجل آخر. استوقفني حاجتين. أولًا بمناسبة الرؤية، طبعًا الامتناع عن تنفيذ الرؤية غلط كبير، وكمان ليه في وقت محدد للأب في الرؤية، وليه في مكان عام؟ ليه القانون ما سمحش بالاستضافة مثلًا، إن الأطفال من حقهم يباتوا عند والدهم؟ هم شايفين من وجهة نظرهم إن قضايا العنف ضد الأزواج أكتر بكتير من قضايا العنف ضد الزوجات، عشان كده بياخدوا القرار ده. ده من وجهة نظر القانون. فأنا شايفة إنه ممكن تتعمل حاجة، ما أعرفش تتعمل إيه،
لإن أنا مش دارسة قانون، بس حاجة اللي هو مثلًا زي اللي بيروحوا البيوت أخصائيات الاجتماعيات أو مثلًا مرشدين يروحوا يدرسوا حالة الطفل، كل طفل على حدة، لإنه أوقات بيكون خطر جدًا على الطفل إنه يتربى مع جوز أمه. مش أنتِ بتسمعي عن جوز تحرّش ببنات مراته؟ دي طبعًا، بنسمعها، باسمع صح؟ حاجات كتير. زي ما في بيقولوا إن مرات الأب قاسية جدًا على الأولاد، ساعات جوز الأم كمان بيكون مش كويس، وساعات الجدة بتكون مسنة ما تقدرش ترعى أحفادها. فأنا بصراحة شايفة إن كل case أو كل حالة طفل منفردة بذاتها لازم يتعمل عليها دراسة مختلفة. مش عارفة، يعني هو المفروض يبقى في قانون طبعًا يُطبّق على الجميع، بس في حالات بيكون القانون ده قاسي جدًا. عندِك حق طبعًا، بس برضه من ناحية عملية، أنتِ شايفة إنه يعني أي دولة مش بس إحنا، يعني أي دولة عندها القدرة إن هي تفحص كل قضية على حدة وتقرر هنا في الحالة دي الجدة اللي تاخد الحضانة؟ جمعية الآباء أنتِ عارفة بقى لهم 8 سنين بيطالبوا بإن الحضانة تكون معاهم بعد يعني قبل الجدة، يعني يبقى ترتيب الحضانة يا للأم يا للأب، الأب اللي خلّفهم، يعني ما هي يا تبقى مع الأم يا تبقى مع الأب. هو طبعًا يعني منطقيًا هو الأب والأم مفترض إنهم أحَن اتنين على ولادهم، فلو الأم مش هتبقى الحاضنة، فالحضانة تروح للأب. في حاجة تانية برضه عايزة أعلّق عليها، موضوع إن الأم لمّا تتجوّز تسقط عنها الحضانة. يعني أنتِ بتحطّي الأم في موقف اللي هي يا تعيش لوحدها، وممكن تبقى أم صغيّرة جدًا يعني مش شابة صغيّرة واتطلّقت بدري أوي ومعاها طفل، فالنهارده بتخيّريها ما بين إن سعادتها هي وإن هي تكمّل حياتها مع شخص آخر، وما بين إن هي تتنازل عن ابنها أو بنتها هي وتعيش وحيدة لمّا تبقى علشان متجوزة مش تختار. هتعرف تهتم بابنها أو بنتها، طب ما هي كانت متجوزة قبل كده باباهم وكانت بتهتم بيه وبالأطفال. لإن باباهم لو شافها بتهتم بأطفاله مش هيبقى في مشكلة، بس هي دايمًا هتبقى عاملة حساب الراجل الغريب ده، فمش قادرة تهتم بولادها أوي عشان ما يقولهاش أنتِ سايباني مهتمية بالولاد، فهي هيبقى عندها مشكلة. plus إن لو عندها بنت وبنت كبرت شوية وهي أم صغيرة، فمش فرق كبير في السن بين جوزها وبنتها، برضه البنت هتبقى مُحرَجة، مش واخدة راحتها في البيت، مش عارفة، بس يعني وعادةً لمّا الجدة بتاخد الحضانة ده اللي بيحصل، إن الولاد بيبقوا مع الأم، وده اللي الولاد بيعيشوه فعليًا، البنات يعني بالذات بيعيشوه فعليًا، وكمان الولاد لإن عارفة إن الولد بيتأثّر جدًا من فكرة جوز الأم. طب تفتكري موضوع إن إحنا نخيّر الولاد بس في سِن أكبر شوية، دي حاجة يمكن تحل مشكلة من المشاكل طبعًا، دي؟ طبعًا، طبعًا الولاد لازم يبقى ليهم رأي، فاهمة؟ بس ساعات كمان بيستغلوا الموقف. ساعات بيستغلوا الموقف وساعات بيكونوا عايزين يروحوا للي سايبهم طب براحتهم أكتر. اللي مثلًا هيصرف أحسن أو هيبقى مش حازم أوي في التربية، فيبقوا عشان لإنهم برضه في الآخر 15 سَنة عشان كده يختاروا الجد، صغيّرين. هيختاروا الجد الجِدة ما أنا باشوف الجِدة صعبة أوي برضه إنِّك أنتِ النهارده تحمّلي حد في سِن يعني أكبر من سِن إنِّك تبقي أم، مسؤولية زي دي، يعني مش ضروري برضه إنها تبقى قادرة تغطّي حتى لو هي عايزة ومهتمية وقادرة، إنها فعلًا تبقى عارفة تربّي أطفال في السِن ده. يعني عايزة أقول كلمة بجد لكل أم آآ طلّقت أو عندها أولاد من زوج وانفصلت عنه وسابته، لازم تبُص أول حاجة مصلحة أولادها فين، مش إن هُم يبقوا معاها والّا ما يبقوش معاها، مصلحة أولادها فين، لو مصلحة أولادها إنها ما تتجوزش، ما تتجوزش، لإن ده كان اختيارها. وعلى فكرة لو مصلحة أولادها إنها تسيبهم مع الأب عشان هو بالضبط، حياته ما هو مستقرة لازم أكتر. هي اللي هتقدر تحدد ظروفها قبل القانون، يعني حتى لو أنا باقول لِك عايزين قانون يعرف ظروف كل طفل، هي الأم اللي هي المفروض قلبها على ولادها، هي أكتر واحدة تقدر تحدد إيه مصلحة الطفل، فين مصلحته، وبرضه الأب عليه بس مسؤولية كبيرة في الموضوع. ما يعاندش ما يعاندش، لإن ساعات الموضوع إحنا بننسى الأطفال اللي في النُص وبنعند مع غالبًا، بعض. غالبًا.
معظم الوقت للأسف الشديد. واوعي تصدقي إن انفصال الأهالي ما بيأثّرش على الولاد، لأ هيأثّر ما طبعًا. فيش طفل ما بيتأثّرش بانفصال أهله، حتى لو علاقة الأهل كويسة ببعضيها لو لازم علاقة الأهل كويسة أقل وطأة، متحضّرة أقل وطأة ولكن بتبقى مش مختلفة كفاية. صح، مضبوط الكلام. وعلى العموم نحب نسمع رأيكم كآباء وأمهات، شايفين إن القانون الحالي ده كافي إن هو يكون في مصلحة الطفل والّا غير كده؟